الذي قال خذوا عني مناسككم لا نأخذها عن سواه، نأخذها عنه بما ثبت عنه بالدليل الصحيح. الدائرة الثالثة هي دائرة الأخلاق. حرم الله علينا أمورا تظل محرمة حتى قيام الساعة إلا ما يدخل منها ضمن الضرورات تبيح المحظورات، وهو معروف ولا خلاف عليه. فالخمر محرمة إلى يوم الساعة. يجي واحد يقول والله احنا بأوروبا يعني شوية بيرة شوية ويسكي شوية كذا، لا يا سيدي، هذا ليس من الإسلام. الزنا في ديننا محرم، هذه من أخلاقنا، وهناك ما يقود إلى الزنا كله محرم. الربا في ديننا محرم، السرقة محرمة، الكذب محرم. المحرمات التي تنال من خلق الإنسان تظل محرمة إلى يوم القيامة ولا تباح ولا يجوز أن يتراجع عنها المرء. فيما عدا هذه الدوائر الثلاث، لو رجعنا إلى التراث الإسلامي لوجدنا أن الثلثين على الأقل إن لم يكن أكثر المكتبة الإسلامية تتعلق بغير هذه الدوائر الثلاث، تتعلق بقضايا الاجتهاد، بقضايا الإدارة، بقضايا السياسة، بقضايا اختلف فيها المسلمون من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. هذه هي الدائرة الواسعة، هي الفضاء الأوسع الذي نجتهد فيه عقولنا لكي نعيش الحياة الأفضل في الزمان والمكان الذي نوجد فيه. لا أرى هذه الدوائر الثلاث الأساسية تتعارض مع أي ثقافة من ثقافات الغرب حتى نعيش في بلادنا. فليعبدوا ما يشاءون ولنعبد ما نشاء، طالما أننا لا نعتدي عليهم ولا يعتدون علينا ليست لدينا مشكلة. لهم دور عبادة ويمكن أن يكون لنا دور عبادة، ومن أراد أن يعبد فليعبد كما يشاء في أي مكان يشاء. هذه هي الحرية، هذه هي الأصل. ولذلك الحرية في الإسلام مقدمة على كل شيء. الحرية مقدمة على الشريعة نفسها، لأنه لا يمكن أن تطبق الشريعة بدون حرية. وهذا يفسر وجودنا في الغرب. نحن جئنا للغرب لماذا؟ لماذا جئنا إلى الغرب؟ جاء بعضنا طلبا للرزق، جاء بعضنا طلبا للعلم، وجاء بعضنا طلبا للحرية والكرامة الإنسانية التي حرمنا منها في بلادنا. هذا الغرب الذي عانى قرونا طويلة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه يقدر قيمة الحرية. ولذلك المنظومة الديمقراطية التي من خلالها ينظمون أمورهم وحياتهم هي نتاج نضال طويل، لم تكن شيئا حصل بين عشية وضحاها. وللأسف بعض المسلمين لا يقدر ذلك ويتكلم عن الديمقراطية باستخفاف. انظر ماذا حدث في مصر عندما اعتدوا على الديمقراطية. انظر إلى المذابح التي ارتكبت في الرابعة وفي النهضة وفي غيرها. انظر إلى خيرة القوم في مصر. أكرم خلق الله في مصر هم في السجون الآن في المعتقلات ويحكم عليهم بالإعدام لأنهم طالبوا بالحرية، لأنهم دافعوا عن الديمقراطية. نحن نقدر حين نعيش في الغرب أننا لولا هذه الحرية لما سمحوا لنا أصلا أن نكون في هذه البلاد.